في ملعب سانتياغو برنابيو إذن سيدور الفصل الأول من الصدام المرتقب بين ريال مدريد وضيف أتلتيكو مدريد. إذ كان روخي بلانكوس يمرون بأفضل أحوالهم، فإن وضع حامل اللقب مضطرب نوعا ما، خاصة بعد خسارته الأخيرة في الليغا. وسيسعى رجال المدرب كارلو أنشيلوتي لاستعادة التوازن من بوابة دوري الأبطال. المزيد في تقرير مراسلنا جمال جبلي. إذا كانت هناك من مباراة مجهولة المآل فهي لا شك ديربي مدريد، ولئن كان ريال مدريد أعلى كعبا في تاريخ المواجهات بينهما فإن آخرها كان متعادلا ومتكافئا، مما جعل أنشيلوتي يوقن أن الحسم لن يحدث في البرنابيو. ستكون مواجهة متكافئة وستحسم في مباراة الإياب. علينا أن نلعب جيدا في مباراة الثلاثاء والتقدم في مباراة الذهاب تحسبا لمباراة الإياب أمام منافس قوي، والمواجهة ستكون متكافئة حتى آخر دقيقة. إذا بدأ الأنصار ووسائل الإعلام يشككون في قدرات ريال مدريد هذا الموسم في تحقيق ما أنجزه الفريق الموسم الماضي، فإن كارلو أنشيلوتي الوحيد الذي يجد دواعي للتفاؤل رغم الغيابات الكثيرة والمؤثرة في فريقه. في الفترة الأخيرة قمنا بواجباتنا على أكمل وجه من حيث السلوك، باستثناء المباراة ضد بيتيس والتي أتمنى أن تكون حادثا عارضا. إصابة البعض وعقوبة بيلينغهام تقابلها عودة البعض الآخر ممن استراحوا، مما يعني أن أنشيلوتي لديه الحلول ولو بنسبة محدودة ليستمر على نهجه، أم تراه سيغير من خططه؟ لم نغير من طريقة لعبنا وهي نفسها في المباريات الأخيرة. علينا أن نأخذ بالحسبان اللاعبين الذين ارتاحوا، ستكون الفرصة متاحة لهم مثل راول أسونسيو كامافينغا. لن نغير ولن ندعم وسط الميدان أو نسحب مهاجما، لا، علينا أن نحتفظ بنفس الفكرة. بعد مباراة البيتيس كان لزاما على أنشيلوتي أن يؤنب شيئا ما لاعبيه، وقد تحدث المدرب عن نقص الالتزام والتضحية، لكنه مع ذلك يعرف أن دور المهاجم الأول هو صناعة الفرص وتسجيل الأهداف. هناك نوعان من اللاعبين، من يركضون وما يصنعون الفارق، فلا يمكن أن تكون بين الاثنين، وإذا أراد أحد ما أن يكون بين الاثنين فلا يمكنه ذلك. عليك أن تجري وأن تصنع الفارق.